لك انت اصلا فقدتي الشرف من 2021. من كان عمرك 17 سنه فقدتي الشرف. لا من 2021 كانت مع واحد وكل 17 سنه اللبنانيين فقدتي الشرف. عارفين. البنت من زمان طلعت انها زي كذا. اسمعوا بقول لكم شيء واحد لازم تفهموا، انه ما في بنت تتنازل على مبادئها عشان برنامج وفلوس الا وهي اوريدي من يوم هي صغيره كذا. انا 5 سنين في البرنامج، قد ايش جاتني عروض رفضتها. ما اقدر، انا عندي مبادئ، انا متربيه في دوله خليجيه واعرف الاسلام اوكي صح غلط اني انا معاكم في القسط بس في اشياء، في ناس تسوي حدود. ما توصل لدرجه تنام مع واحد عشان فلوس، يخرب بيت الفلوس عنها ما جات ان شاء الله انام بالشارع. وبعدين لو ابغى فلوس بدخل برنامج اروح اجيبهم من هنا، عندي ناس اعرفهم مناصب اروح ابيع نفسي لهم وخلصنا. بس هذه متعوده من صغرها، معروفه في لبنان كله، معروفه في واحد مع واحد اسمه علي زعيتر، لو تسالوا عنها عن اي احد في كل لبنان قايه معروفه. انا كيف عرفت انها البنت كذا؟ ترى لما رحت لبنان انا ما كنت اعرف عنها شيء، انصدمت انه البنت زي كذا. انا عمري في حياتي ما اربط اسم باسم وحده سافله، مستحيل. لو كنت اعرف انها كذا من زمان كنت تركتها من زمان. انت اهم شيء انه طلعت حقيقه قاية عدش لما سافرتي عدها، عرفتي فلانة طيب وعلى النيات ويحسب انها تحبه ومدري ايه، واقسم بالله انها معاه عشان جيشه وعشان الناس اللي عنده، واقسم بالله الله يشهد على كلامي. اسمعوا انا بقول لكم شيء، في واحد عندها اسمه ابو اسد ظلمني، واقسم بالله قلت حسبي الله ونعم الوكيل فيه. منزل اليوم على الستوري انه مسوي حادث، جعل لك ان شاء الله ما تسلم من الحادث، ان شاء الله تضل بالمستشفى طول عمرك دامك ظلمتني وتكلمت بشرفي. آمين. واي واحد يتكلم بشرفي وما يصدق كلامي ان شاء الله باذن الله تصير لك مصيبه زي ابو اسد والعن. اي واحد يتكلم بشرف وحده باشياء مو موجوده فيها الله يصيبه ان شاء الله. انا لازم استاذن ماما تبغاني والله. موفقة ان شاء الله، ومحشومه من هذه شكرا ومحشومه. بارك الله بيك. وما عرفت كيف ارجع لنفسي حتى بعد ما رجعت والله العظيم. قبل ما في شخص كان يكلمني من الكهف الاسود بدون ذكر اسماء، من قبل ما يكلمني وانا نفسي اروح اعتذر لما نلاحظ نفسي، بس مالي وجه، يعني من كثر ما انا مستحيه من نفسي مالي وجه. صحيح. فانا هي اللي قالت لي عشان هذا كله عشان تبغى خالد الكويتي يرجع يدخل عندها، لانه بطل يدخل عندها. خسي هذه النماذج انه يدعمها داعمين خاصه من الكويت بعد اللي صار. وعلى فكره طائفيه درجه اولى ما تحب ما بقول اسم بس ما تحب لا صح كلامك. انا اشهد، انا شايف لها مقطع يسب الدين بي، صحيح كلامك. ايوه وترى كل سبها دائما بالدين، يلعن يلعنها. اي صح. عندنا كل هذه، والحمد لله احنا موجود هذا. نتكلم على قاية انه في ناس كانت ما تصدق، في ناس تقول لا، في ناس لا البنت هذه اشواق كانت بيوم من الايام مشرفه عندها، وكانت تدخل من محبتها لها، كانت والله كل شيء تسوي عشانها، مع العلم انه هي اشواق يعني ما بحاجه انه فلوس. طبعا كل شيء ينزل قاية تدري عنه. تتذكروا البوست اللي نزلوا على بلانا، وانه هل يا بلانا هذه اخلاق مدري عشان يحرشوا الناس عليه، عشان يبغوا يتخيلوا انه انهم حتى يبغوا جمهوره يقلبوا عليه، يحرشوا بطريقه غير مباشره بدون سب، بضرب من تحت لتحت. فلو اتكلم اكثر من كذا راح اضيعك اقسم بالله. بس انا اعرف ان البنات اللي زي اشكالك اللي يفتحوا رجولهم عشان فلوس، حتى ذا الكلام ما ياثر فيهم، لان انت تعودتي انك تفتحي رجولك وتاخذي فلوس، عرفتي؟ فانا حتى لو تكلمت وطلعت مليون دليل، لانك بدون كرامه ولانك بدون شرف، فانت راح تستمري. لانه ايش؟ انت عبده فلوس، انت اللي من جد عبده مصاري، اللي كل يوم تفتحي لايف وثانك يو في الخاص تعال خذني وسوي لي واعمل لي واشتري لي وسوي لي مقابل اني انا اروح معاك فندق. والله شكرا. ونكرر ترى يا الربع، هاي نكررها ترى قسما بالله. اثبت كل شويه اطلع منه واروح للثاني الامريكي، فراح علي التسجيل ولا كان عندي ترى، بس اكيد حتى لو كان عندي ما كنت راح اطلعه لكم. بس اقسم بالله انها مسجله بجوالي وهي تكلم بلانا، كان على وقتها ايام موضوع ابو علي النجار، وابو بلانا تعرف كيف يتكلم على نياته وحتى ما يعرف ايش يقول، عرفتوا؟ صحيح. فانه مسك على نفسه اشياء هو مو عارف ايش قاعد يقول اصلا، باين عليه على نياته يعني. صح بارك الله. يعني يا جماعه انتم لا تستغربون اي شيء،
لأنه جاية باعت أقرب إنسانة لها وعاشرتها 5 سنوات وراحت نامت ببيتها وأكلوا عيش وملح. فلا شوف تستغربون المشاهير كاملين إذا جاية ماسكة عليها. راح اقول لك أول شيء وحدة يا ماسكة اشواق. عليها جاية ماسكة على نارو. شوف يا اشواق، راح اقول شيء، ترى لا عبالج، لا ترى والله العظيم 90% من البرنامج. انا لو ابغى اتكلم ولو ابغى هذا الشيء كله كان من اول ما رجعت. انا الان بكمل 5 شهور رجعت السعوديه، مو المفروض من اول ما رجيت السعوديه اتكلم؟ ولكن انا ليش تكلمت؟ لانه انا اول مره وصلني خبر انها تتكلم فيني وبشرفي، صار بيننا الكلام بالخاص، فتحت كم لايف، ولكن ما غلط بحقها كثير الصراحه، وقلت لها واعطيتها انذار اذا جاني خبر مره ثانيه انك تتكلمي فيني راح اطلع واتكلم. والبنت ما زالت تتكلم فيني ولا تتوب. انا واحده ما بديت، هي اللي بدات. انتم ما تعرفوا ايش يصير خلف الكواليس، ما تعرفوا ايش قاعد يصير من تحت لتحت. لو تعرفوا ما تقولوا لا حرام لا تتكلموا بالاعراض. يا عمي اقسم بالله حتى بلانا سجلت عليه مكالمه وما ادري اذا هددته ولا لا. انا كنت جنبها لما هذا، والمكالمه سجلت بجوالي كمان، ولكن انا مع تبديل الاي كلاود طار علي الفويس، ولكن اقسم بالله سجلت له ايام مشكله علي ابو علي النجار. حتى على بلانا مسجله تسجيل. اقسم بالله سجلت على بلانا. يلا نعمل وكيل ايش جاي. بلانا طيب وعلى نياته يحسب انها تحبه ومدري ايه، واقسم بالله انها معاه عشان جيشه وعشان الناس اللي عنده، واقسم بالله الله يشهد على كلامي. اسمع انا بقول لك شيء، في واحد عندها اسمه ابو اسد ظلمني، واقسم بالله قلت حسبي الله ونعم الوكيل فيه. منزل اليوم على الستوري انه مسوي حادث، جعل لك ان شاء الله ما تسلم من الحادث، ان شاء الله تضل بالمستشفى طول عمرك دامك ظلمتني وتكلمت بشرفي. آمين. واي واحد يتكلم بشرفي وما يصدق كلامي ان شاء الله باذن الله تصير لك مصيبه زي ابو اسد، والعن اي واحد يتكلم بشرف وحده باشياء مو موجوده فيها الله يصيبه ان شاء الله. ان شاء الله. انا لازم استاذن، ماما تبغاني والله. شكرا على القصة. موفقة ان شاء الله، ومحشومة من هذه البلد ومحشومة. بارك الله فيك. تدرب عليه. هاي حقيقة. قلنا يعني هذه حقيقة احنا من سنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. يا ربا ترى على فئة تاج المخدرات. اشواق معلومية ترى تاج المخدرات. اي نعرفه، معروف علي زيد المعروف. وثاني شغله تفرين الموضوع وتتهمين البنت. الفقر اولا، الفقر بعمره ما كان عيب. الفقر بعمره ما كان عيب. فتره من الفترات دائما صح، سالفه كورونا الشغل يوقف، كل شيء يوقف صح. كلنا نزلنا في كورونا، كل الناس يا عمي، حتى رجال الاعمال نزلوا والله. هذا الصدق. فانت لا تتهمين الشخص بسالفه ولا بسالفه فقر، ولا تعايرين الشخص بسالفه فقر. هذا اكبر عيب يكون للانسان ان تعايرين الشخص بسالفه فقر. اولا انت اصلا فقيره، انت يعني الفقر مو عيب، اما انه انت حصلتي كل هذا مقابل، وكلنا نعرف شنو المقابل. فنادق تركيا، لبنان، دبي، الدوحه، وللان انت اتحداك تسافرين على ليش منع السفر. كل العالم يدري انه جوازك مسحوب وكل سوالفك مسحوبه، على ليش منع السفر ولا لا؟ لا دحين فتحوه. سافرت قبل فتره تركيا مع واحد. اوف كلام كبير. اوكي، والواحد كلكم تعرفوه اصلا، طلعت مقاطع مو كلام من عندي، لوكيشن حسابهم كان في نفس المكان. سبحان الله يعني. صحيح، هذا صح. انا الكلام هذا سمعته صح، انه هي تسافر يعني سالفه فنادق وسالفه هذا الشيء من زمان موجود. ذهب. شوف هسه قبل شويه فتحت لايف ما جابت اي شيء، ما ردت على اشواق كلامها ولا تقدر ترد على ابل، لانه ابل ماسك عليها مليون شيء. ردت على شنو ذهب؟ طعنت بشرفها، لان اشواق طلعت كل الكلام اللي قالته، طلعته دلائل. هي سوت قامت تسب ولا تقذف، طعنت بشرفها. اولا ابل يوزر معروف هذا الانسان شنو، حبيبها القديم وكل هذا يدري. يعني ما يعرف ابل يوزر وحسابه الجديد شنو تايجر. وامس كان يقذف بنت دبي بقسط مع مجموعه من الناس. هذا ابل يوزر، حسابه الجديد اسمه تايجر للعلم، يعني اللي ما يعرف الموضوع. فالان هذا الشخص الحين هسه يقول شنو راح يفتح بث. انا متاكد هذا ابل يوزر اللي حسابه راح يفتح بث يسبسب، ما عنده سالفه ثانيه الا يسب. ما ادري، انسان قاذف. اي واحد ضعيف وكلامه مو صح تلاقيه يدق بالشرف. انا ما تكلمت بالشرف، انا قلت على الاشياء اللي شفتها بعيني، وقلت الاشياء اللي عانيتها وانا في لبنان.
يعني انا بنت لحالي، وعلى قولك يلا نقول ان انا فقيره زي ما تقولي، اوكي عادي، الفقر مو عيب، وانا اعترف ان ظروفي تعبانه عادي جدا، ما اسوي فيها انا المدري ايش، واخر شيء صرافاتي متوقفه عشان انا عندي غسيل اموال. اوكي المهم